طب هنا في سؤال، ليه البني ادم اصلا يديها معاني؟ ليه ما يبقاش البني ادم يعني ياخد الموضوع كده ببساطة انه علاقة انتهت فانتهت؟ لان البني ادم عنده رغبة مستمرة للشرح، هو دايما محتاج ان هو يفهم، فدايما بيحاول ان هو يفهم ايه اللي بيحصل، لان دايما بتبقى بالنسبة للشخص ان هو بيحس بصدمة، ان هو مبيبقاش متوقع ان الشخص اللي هو معاه في العلاقه دي ان هو هيمشي، هو بيفترض دايما انه معاه في العلاقه هيكمل مدى الحياه، ازاي يعني العلاقه تنتهي؟ فبالتالي هو مبيبقاش مستوعب ان ازاي العلاقه انتهت، فبيبتدي ان هو يحاول يشرحها لنفسه ايه ممكن تكون الاسباب اللي ادت الى نهايه العلاقه. ولما بالذات ما بيكونش في حوار وفي اتفاق ما بين الطرفين ان احنا قاعدين بننهي العلاقه، وان المرحله بتبقى فجاه ان العلاقه انتهت، وبالذات بتبقى اصعب على الشخص لما يكون الشخص اللي معاه في العلاقه اختفى، فبتبقى بالنسبه له الصدمه اقوى واشد. ليه؟ لان هو بيحاول ان هو يشرح لنفسه ايه اللي حصل، بس بيشرحها ازاي؟ بيشرحها بناء على المعلومات اللي عنده، فكل ما قلت المعلومات من الطرف الاخر اللي هو اختار ان العلاقه تنتهي، كل ما كانت الموضوع بقى اصعب واصعب في الشرح. فبالتالي بيلجأ الانسان في الاغلب للثلاث حاجات دول، ان هو ياخد الموضوع بشكل شخصي ان هو اللي اترفض مش ان العلاقه انتهت، ان هو ياخده بشكل دائم انه دي هتفضل حاجه موجوده في حياته طول العمر، ان هو خلاص اتساب وان هو مرفوض وان هو قليل وان هو، فبيبتدي دي حاجه هتفضل معايا في اي حاجه في العلاقه، وان انا مش هعرف احب تاني، وان انا مش هعرف اثق في حد تاني ومش هعرف، وهكذا.